بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم في مطبخ النيلية. حبيبتي أني عرفتك حاصلة، واليوم خممت فيك خممت في الأشياء اللي ممكن تكون عندك، وقلت أن نخدم لخيتي أحلى قراته وتجي واحد القراته بنينة 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 قد ما نقولكم بنينة قليلة في حقها. شوفوا لي مفرمجة يعني وبالخضار الموجودة اللي عندك. يعني وليداتك إذا كانوا الخضار ما ياكلوهاش مثل الكرنب شيفلور، انتي تقدري ديري لهم هذه الفكرة باش كيما نقولوا ياكلوا لك انواع الخضر بلا ما يفيقوا. هنا شوفوا حبيبتي يعني حطيت معاك باش تشوفي القوام نتاعها، وتشوفي على تشوفي بلي راها مفرمجة وبنينة ودوبل صوص، يعني بأشياء بسيطة ومتواجدة في كل بيت. اكدي لي على البنة، واكدي لي على التفرميج حبيبتي، ان شاء الله تجربها خيتي وتعجبها وبالصحة والراحة. شوفوا كيفاش بنينة تهبل، مش باينة كاع بلي راها كرم. يعني اخفي عليهم الطريقة هذه وجربيها وردي لي بالخبر. اول حاجة حبيبتي تروحي تجيبي لي الكرم، الراس الكرم تاعك ندو منه النصف برك. ها هو الكرم نتاعي انا كنت ديجا مستعملة منه في الدولمة، وبعد كيبقى لي هذا الجزء قلت علاش لا ما نستفيدش منه، درت النص نتاعو فقط. كما راكم تشوفوا رايحة نقطعو الرقيق الرقيق بهذه الطريقة. يعني وصفة سهلة ماهلة وتوجد يعني في وقفة. إذا كنتي صايمة هذه الوصفة راها ليك، وإذا كنتي تحبي الكراتات هذه الوصفة كامل راها ليك. يعني جربيها وعلى ضمانتي تجيك بنينة روعة. نروحوا بهذه الطريقة نقطعوه رقيق رقيق، يعني لازم ما يبانش، رقيه قد ما تقدري. أنا رققته بهذه الطريقة وقلت باش ما يبانليش، لأني أنا ثاني عندي الزوج ما ياكليش الخضر، لازمني ندير له هذه الخدعة باش ياكل لي الخضر نتاعي. راني نقطع فيه كيما هاك ستيل كاريات صغير باش ما يبانش من بعد. شوفوا بهذه الطريقة سهلة وبسيطة، يعني أي وحدة تقدر تخدم هذا كما نقولوا الطريقة. من بعد حبيباتي بعد ما نكمل هذيك لا تحبي تفوريه تحبي ديري الطريقه نتاعي، وباش تجيك بنينه بنينه على البنه اللي راني نحكي لك عليها ديري الطريقه نتاعي واكدوا لي على الطريقه. شوفوا هذوك الكبار ما ديروهمش باه ما يجيكمش عاصين. نروحوا حبيباتي نوخر هذا الكونتيتي تاعي على جهه، ونروح نوجد الكيكوطه نتاعي اللي رايحه نطيب فيها هذا الكرم نتاعي. راني نقطع معاكم باش تشوفوا. شوفوا يا البنات قد ما نقولكم بنينة قليلة في حقها. أول حاجة حبيباتي نروح نجيب الكيكوطة، لازم نطيبوه في كيكوطة باش شوفوا باش البنة كاملة تدخل فيه تاع التوابل ونتاع الدجاج. أنا راني رايحة ندير له الدجاج. شوفي تحبي تخدميه بالصدرة تحبي تخدميه بأفخاذ، أنا كان عندي فخذ تاع الدجاج قلت نستفيد منه خير. هنا التوابل حبيبتي كما تحبي ديري. هنا درت توابل الدجاج، درت توابل الدجاج، درت العكري عكري الحلو تحبي ديري الحار، درت كركم. شوفوا انني نتبل فيه على اساس باش كي ندير فيه هذاك الكرم يجيني بنين. راكم عارفين بلي الكرم نتاعنا يجي شويه صامت. وديري له هذيك البصله ديري له ملعقه طماطم مصبره نصف ملعقه على جال اللون وعلى جال البنه. نروح نديرو هذيك البصله نتاعنا مقطعه، تحبي تربيها تحبي تقطعيها يعني ما يهمش، لانه كلش رايح يذوب في الكيكوطه. نروح نقلي هذاك الدجاج نتاعي مليح مليح، وما تاكدوا لي على الملح، لازم ما تنسيليش الملح. ومن بعد نروح نقلي كامل هذه المكونات اللي شفتوهم مع بعض، نخلطه مليح مليح بهذاك الدجاج. للامانه الدجاج نتاعي راه كونجيلي، يعني خليته برك شويه يتكونجيلا. شوف بعد ما تخلي شويه طياب لهذاك الدجاج راه لسه ما طابش، نروح ندير معاه هذاك الكرم باش يديلي هذيك البنه تاع الدجاج ويطيب لي بنين، وكانني مانيش دايره كامل الكرم. يعني هذه الخدعه اللي تقدري ديريها لعائلتك باش ياكلوا لك جميع الخضر.
راكم عارفين بلي الخضرة فيها فايدة كبيرة، وسورتو للناس اللي دايرين الريجيم. يعني الخضر لازم تكون كيما نقولوا في الميني نتاعك. هنا حبيباتي نروح نطيبها ونسكر عليها الكيكوطة وننقص عليها النار حتى يطيب لي هذاك الدجاج ويطيب لي هذاك الكرم. شوفوا بعد ما طاب لي يبان باللي حاجة مقلية، ما يبانش باللي زودوا له شوية زيت باش يجيكم بنين. رحت قليت حبة نتاع بطاطا، درتها مربعات، ثاني قليتها بالملح. وشوفوا كل حاجه راني ملحتها وحدها، يعني ما تكثروش الملح باش كيما نقولوا الكراته تاعكم ما تجيكمش مالحه ياسر. هنا هذاك الدجاج راني رحت فتته باش يعطيني هذيك البنه، وخدمت هاد الكراته في المول الاسطوري. يعني جاتني بومبي ربع هذاك تاع الكرم مع حبة نتاع بطاطا، جاني في المول الاسطوري الله يبارك. يعني قد تقدر ديري حتى ضيافك، علاش لا. شوفوا حبيباتي باش نعرفوا باللي البنه تاع الكراتا راها كامل في التفرميج، يعني كثري الفرماج قد ما تقدري. انا هنا الامانه عندي نوع برك معين اللي نشتيه هو نابولي فقط، يعني هذوك تاع اللي يتكسلوا الاخر اصلا انا ما نقدرش ناكلهم. معناتها اللي تحب الفراميج يعني تكثر قد ما تقدر، تحبي ديري موزاريلا، تحبي ديري جودا، كيما تحبي ديري. هنا درت له شويه حليب باش يجينا خفيف. راكم عارفين باللي الحليب راه يخفف الكراته نتاعك، يعني ما تجيكش ثقيله وما تجيكش ناشفه. هنا درت 2 حبات بيض للمول الاسطوري راكم عارفين. هنا كنت واحده درتها في هذاك بورتمونجي وواحده درتها مباشره هنا راني كلش ملحات ودرت الحشاوش. التوابل ما نزيدوش نديرو لاننا درنا من المره الاولى، يعني كلش راه طايب متبل وبنين. يعني جربوها حبيباتي والله بنينه بنينه. قد ما نقول لكم على البنه نتاعها قليله في حقها. صراحه لانني انا من عشاق الكراتا. وشوفوا هنا حسيت الخليط باللي راه شويه ثقيل، زدت له حبه واحده اخرى نتاع بيض باش تجيكم الكراته نتاعكم خفيفه وطريه. وهنا راني زدت هذيك شويه الملح على اساس البيض فقط، لانكم عارفين الفرماج مالح وهذوك اللي طيبتهم بالتوابل. تروحي حبيبتي تدهني المول تاعك مليح مليح بالزيت باش ما يلصقلكش، هذا ما يلصقش للامانه. وتروحي كيما نقولوا تسويها كامل في البلان تاعك وتخلطيه مليح مليح باش كيما نقولوا يولي لك نفس الحجم ونفس السمك. اخدميها بهذه الطريقه باش كيما نقولوا تجيك قد. شوفي حبيبتي هنا في هذه الاثناء راكي لازم تعود كوشتك هنا شويه دجاج كان عندي طايب مفتت، درته في المملحات اللي فايتين. ومن بعد قلت والله علاه ما نديرهاش في السطح الفوقاني باش تزيد تعطيني، يعني هذه راها اختياريه حبيباتي مش مهمه. الكوشه نتاعك لازم تكوني مسخنتها شويه قبل، لانه الكراتا راها طيب على شوي نار كيما نقولوا متوسطه، بصح لازم تكون الكوشه نتاعك سخونه باش طيب لك مليح مليح. ولازم تتاكدي انه البيض طاب، ما تديش معاك الوقت، يعني يا ربي كيما نقولوا نص ساعه. هذه اذا طيبتيها معناتها على نار متوسطه رايحه للقليله باش يطيب لك مليح مليح، وما تخليهاش تفوت العبار تاع الطياب باش ما تيبسلكش والسطح الفوقاني ما تلقاش حمار ولا حرق ياسر. هنا راني طيبتها وكما نقولوا خرجتها وطابت لي في الدقيقة 90، يعني هنا كنت صايمة وطيبتها. شوفوا جات ما شاء الله ما شاء الله، يعني جربوها على ضمانتي. وتقدري هذه الطريقة ديريها كامل مع الأنواع الخضر نتاعك. هنا حبيبتي بعد ما طيبتها حمرتها من تحت حمرتها بالفوق. شوفوا كيفاش جات تهبل بنينة. إن شاء الله يكون عجبكم الفيديو تاع نهار اليوم واستفدتوا. إلى فيديو آخر ووصفة أخرى. شكرا حبيباتي على المتابعة وإلى اللقاء. شكرا.